السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، وبصحه جيده وغاديين مزيان مع صيامكم ان شاء الله. اليوم حبيباتي حبيت نشارك معكم واحد الوصفه خفيفه ظريفه هكا، كتوجد في اخر لحظه، كتجي زوينه بزاف وسهله ولذيذه، وكتكوني عندك الاختيار تعمريها باش ما بغيتي. هما عباره على كريويسات مالحين، كتعمريهم بالحشوه اللي نتيا متوفره عندك واللي بغيتي، كيجيو ساهلين وزوينين بزاف. وهنا حبيباتي هذه هي الورقه اللي شريت ليهم، سفوليا، يعني راها موجوده هنا في المحلات الايطاليه، فين ما مشيتي تلقايها، سميتها سفوليا، هي الورقه وصافي. وانا درت هاد الحشوه هذه، درت تما، درت البصله وشويه الجزر وشويه ديال القرعه محكوكين، وفصيص صغيور ديال الثومه، وشحرتهم في شويه ديال الزبده وزيت الزيتون، وخليتهم تتشحروا مزيان، صايبوا وعادوا زوينين هكا، قليتهم مزيان. وانا نضيف ليهم الطون، ضفت ليهم الطون صافي، الطون غير سخن واحد شويه وانا نحيدو، وطفيت البوطه. بعد طفيت البوطه زدت عليهم جوج ديال الفرماجات مثلثين، انا هذاك الشيء اللي كان متوفر عندي فرماج مثلث. نتوما يمكن لكم تزيدوا الفرماج اللي حبيتو اللي بغيتو. انا شديت شويه حتى من البطبوط، اش كنا دايرين الفطور طويجين. طويجين هو المساند الرسمي ولا بدا منه. صافي حبيباتي، وكناخذ هذيك السفوليه، هي كتكون دائريه، هذه انا اللي خديت، راه كاينه مربعه دائريه اللي بغيتو. كنقسمها على هذا الشكل هذا، على مثلثات، كنقسمها على المثلثات، داكشي اللي جابت ليا. وطبعا لكم الاختيار في الكميه. هنا كنخلي طبعا هذيك الحشوه تتبرد، اللي كان بعد حيت الا درتيها سخونه فوق الصفولي راه تذوب هذيك الصفولي، عرفتوا كيفاش تذوب، تجرى صافي. وكنلويها على هذه الطريقه ساهله ماهله، تجي من الفوق ديالها وتتلويها حتى عند الجهه اللي رقيقه. صافي كنبقى على هذه الطريقه تنكملهم كاملين، كيجيو هكا بحال كريويسات، وهما مالحين ماشي حلوين. ايوا هنا كنديرها في الطاوه ديال الفران وكندهنها بالحليب، يمكن لكم تدهنوها بالبيض، انا ما كيعجبنيش بزاف البيض لان بعض المرات كيبقى زفر وما كيعجبنيش. هنا دهنتها غير بالحليب، وزيناها بحبوب الشيا. طبعا يمكن لك تزيني بالجلجلان باش اللي متوفر عندك. هنا كانوا متوفرين حبوب شيا، درنا حبوب شيا. صافي كان نكمل هذوك الكريويسات كاملين، وكنسخن الفران على درجة الحرارة، علاش يعني كطيبي الحلوى وداكشي، كل واحد كيكون عارف الفران ديالو. وكندخلهم حتى كيتحمروا بهذا الشكل هذا، وكنجبدهم. ومن الافضل انك تخليهم حتى لاخر لحظه، حيت الا كانوا سخان كيجيو زوينين بزاف، كنقدموهم هكا سخان صراحه كيجيو رائعين، الا في المنظر لا في المذاق. وزعما كيعمروا هكا الطابله، واللي كان كراويسه تحسي انك شبعتي، ماشي كليتي على شي حاجه هكا خفيفه ولا فيها الزبده ولا بقات متقله لك على المعده ديالك، لا كيجيو خفاف وزوينين بديك الخضيره اللي فيهم. وصافي حبيبات.